تسبيحنا وأذكارنا تليق بجلال الله وجمال الله. يعني كان صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام الأجلى والمشهد الأرقى والذوق الأنقى يقول وهو يسبح ربه: لا أحصي ثناء عليك. عندما أمسك بسبحة التسبيح على أنامل الكون أجدني يعني قد عجزت عن التسبيح. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا منتهى العرفان، منتهى مقامات الأدب. حتى سيدنا النبي وصل مع في تسبيحه لربنا إلى أن يسبحه بالعجز. ولذا يقول، كنت امبارح مع إخواننا بتكلم عن عبقرية التسبيح وعبقرية الشكر وعبقرية الطلب وعبقرية الوفاء وعبقرية التمني التي كانت عند الأنبياء. دي عبقرية العبقريات، عبقرية العبودية. إن العبد لا يرى لنفسه في مقامه حالا ينشد ويرجى، ولا إخلاصا يكتب ولا يشهد، ولا له عند الله شيء غير أنه مجلى مواهب الحق سبحانه وتعالى، أنه غريق بحر من مواهب الله سبحانه وتعالى، حتى الشكر ما يوفيهوش. فيقوم يقول ربنا إيه؟ سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أنت زي ما أنت تعرف عن نفسك. أنا سأردد الثناء اللائق بك الذي أجريته تنزلا منك وأفضته على ألسنتنا لنعبدك به ونثني به على أقدارنا وليس على قدرك. إنما مين أنا عشان أقول الله؟ ولا مين أنا عشان أقول لا إله إلا الله؟ مفهومي ضيق ومشهدي صغير. لذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المعية الإلهية تدخل بتكبيرة الإحرام عند الصلاة بقولك الله أكبر. يعني إيه الله أكبر؟ يعني الله أكبر من كل مفهوم، من كل العلوم، من كل مدركاتك، كل ما يخطر ببالك الله غير ذلك. عشنا في هذه الليلة المباركة بما جرى على ألسنة الضيوف الكرام مشايخ الله يكرمهم ويسعدهم، من درس الأمل والوقوف عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله. حقيقة ما زلت أقول إن كل واحد فينا أغدقت له النعم وأكرم أيما كرم. كل واحد فينا يا إخواننا عنده بيت كامل من النعم، بس هو دايما باصص على الشباك المكسور. كل واحد فينا دايما سايب كل المعطيات في حياته وواقف قدام الشباك المكسور يقضى بقية حياته بكى عليه، ولا يدري أنها هذه النوافذ المكسورة منفذ لطف الله إلى حياتك. عليك أن تفهم هذا الكلام. الشباك المكسور في حياتك ده، الزجاج المكسور في حياتك ده منفذ لطف الله لحياتك، منفذ اجتباء الله في حياتك. ولذلك تعالى بقى شوف سيدنا يعقوب بيقول ايه. ناخد بالنا من اللي أنا قلته ده. كل واحد عايش في دايرة، الدايرة كاملة بالنعم، بس انت عاطي للنعم ظهرك وباصص على الجزء الناقص والكمال لله، عشان يخليك تقف قدام الجزء الناقص ده وتقول يا رب، فيقول لك لبيك يا عبدي. أما لو اكتملت ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. خلي بالك، لا تقل أن الله حرمني، لكن قل لطف ورحمني. اوعى تقول ربنا حرمني حاجة أنا عايزها، ده لطف بيك ورحمك من السؤال عليها، من التيه فيها، من الانشغال بيها. الله لو غير على قلبك. الله لطيف بعباده
يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا عم بغير حساب ايه بس؟ مش عارف اسكت. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. بلاش تيجي فيك انت. وهو القوي العزيز. شفتوا الآية دي عاملة ازاي؟ آية الحتة اللي ناقصة دي ربنا بيطمنك، بيقول لك خلي بالك، أنا عشان أصل إليك أو أوصل إليك ما تريد أسرع من اللطف. ده أنا اللطيف، لطيف بعباده، يعني عارف إنك ضعيف ويعلم احتياجاتك، لكن عارف. أقول لك مثال جميل. شوف لما تاخد ابنك وتتمشى في السوق، وبعدين في السوق يعني مش في السوق، وانت ماشي في السوق كده يجي ابنك مشاور على السكينة ذهب ويقول لك يا بابا عايز السكينة دي. يا عم انا اقدر اجيبها لك الماس، بس هديك سكينة تموتك ازاي؟ اي شفت الاماني اللي انت طول النهار عمال تعيط عليها دي عبارة عن ايه؟ السكينة الذهب اللي انت بتشوفها في المحل في الباترينا، انا هتعيط عليها وابوك يشدك وانت الشبطان فيها، يا ابني امشي هتموت. والناس تقول يا حاج طب ما تجيبها له، يقول له يا عم اجيبها له ايه يموت، اجيب له حاجه تموته. هذا في الوقت ده ابوك لطيف بيك. ابوك ايه؟ وقوي وعزيز على انه يجيبها لك، يعني يقدر يدخل يشتريها لك بعزه، مش هيشحت، معاه فلوس ويشتريها لك وانت غالي عليه. بس الله ليه ربنا اتكلم عن الرزق بالطريقه دي؟ لما اتكلم عن الرزق قال الله ايه؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ انا جايب موضوع الرزق بالذات عشان انكم بتصحوا هنا. اول ما نجيب سيره الفلوس الناس كلها بتصحى. الله يهديكم والله. صحيح كله. حيرتوا قلبي معاكم. الله لطيف بعباده. عارف اللي انت بتعيط عليه ليل ونهار ده هو على ربك هين. ده انا بقول لك كده من غير ما تتعب. ليه؟ شوف ربنا يعقب على الكلام ده يقول ايه؟ وهو القوي. ليه قرن الرزق بلطفه وقوته وعزته؟ ليه؟ لانه لطيف يدري الابعاد والمصالح ويدرأ المفاسد بلطف. يعرف هو محيط بيك، يعرف اللي انت ما تعرفوش. انت شايف من زاوية احتياجك، بس احنا شايفين الصورة كاملة، شايفين ان ولذلك قال له ايه؟ اسمع كده. انتوا اديتوني كام دقيقة؟ ربع ساعة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لما لقى سيدنا موسى عمال عصايا غنمي مآرب أتوكأ عليها، لما لقى الاعتمادات على أسبابه اللي في إيده قال له ألقها يا موسى. شوف اللطف هيعلم موسى درس. ألقها يا موسى. قال فألقاها فإذا هي حية تسعى. اللي خلى العصاية تحولت حية ايه؟ قال له ادي اللي كنت متوكئ عليها يا موسى، ادي اللي كنت ماسك لنا فيها وعاملها لي اغنيه اتوكأ عليها اهش بها، ادي بتهش باستعباد بحي. ادي الدنيا اللي انت مرتكز عليها ومتكل عليها وليل ونهار دموعك مش عايزه تجف. ما تهدى شويه يا عم. قال ألقها يا موسى عشان اوريك اللطف بقى، عشان اوريك ايه؟ هطلع لك، هوريك هخليها تخرج من دايرة الجماد وتوريك حقيقتها، هجردها لك، هوريك المستخبي. انت بالضعف رأيت انها سبب يتكأ عليه، وانا باللطف سأريك انها حية ستقتلك. قال ألقها يا موسى. ما فيش فلما، مش حافظ ما تتكلمش. فألقاه فإذا هي حية تسعى. دي ملاطفة مداعبة بس. فإذا هي حية تسعى. الله، العصاية اللي كنت بتتكئ عليها هي حية تسعى. قال عشان ما تبقاش تعتمد على الأسباب كتير، خد بيها. يقول بقى فإذا هي حية ايه؟ تسعى. ربنا اللطف هيشتغل بقى. يقول ايه؟ قال خذها ولا تخف. عرفت حقيقتها؟ خدها ما تضركش. ما احنا ما بناخدش بالاسباب، لا بناخد بيها بس واحنا مع المسبب.
وأنا مش متكئ عليها ولا معتمد عليها ولا لها عندي أي لازمة غير أنها سبب. الله يسبب ويشتغل، الله يعطل ويقف. ادي دايرة الأسباب اللي احنا ليل ونهار بنعيط عليها وهنموت، وجلطات وضغط وسكر ومستشفى. ايه في ايه؟ لا تدبر لك أمره فذوي التدبير هلك، فوض الأمر إلينا فنحن أولى بك منك. اهدى شوية على قلبك، اهدى شوية على نفسك، ريح دماغك شوية. الكون له رب يا ابني، الكون له رب، والرب ده موجود. وصفه ايه؟ لطيف بعباده. مش لطيف وبس، لطيف بعباده. ومن آثار لطفه بعباده يرزق مرتبطا بالمشيئة، يرزق من يشاء. هل المشيئة عايدة على ربنا ولا عايدة علينا؟ إذا تشاء اللطف يعطيك ما يشاء. أنت تشاء وبالألطاف إن صادف ما تشاء ما يشاء أعطيته كرامة، وإن لم يصادف ما تشاء ما يشاء أعطاك ما يشاء وكنت عنده محمودا وألهمك الرضا. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يلا هنرجع لك عصاية تاني، بس تبقى عارف بقى وانت ماسكها اوعى تتكئ عليها لا تقرصك، اوعى تعتمد عليها. امتكئ معتمدا عليها وهش بها شاكرا لأنعمي، ولا تقل ثوبي ولا متاعي. فهمنا؟ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. شبات خليك معايا بقى. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. شفت المثال اللي قلته لك؟ يبقى الواد ماشي معاك كده، الواد الصغير والبنت عايزه سكينه ويشاور على السكينه، يا ابني اجيب لك سكينه، اجيب لك سكينه تموت نفسك. اهو انت بتبقى كده، احنا بنبقى كده واحنا بنخاطب ربنا. الواحد يقول لك دي اشتري، لو ما اشتريتش ده هموت، لو ما توظفتش في الوظيفه دي انا خلاص حياتي هتقف. بعد سنين تجري الايام تلاقي دي خربه بالده وده خرب بالدي وده راح اشتغل في الوظيفه دي اتحبس، فتقول ايه؟ الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يبقى ده لطفه بعباده، عطاك بقدرته ما يحتمله قدرك. شفت بقى اللطف يعني ايه؟ كيف لطف الله بعباده عند الرزق؟ أعطاهم بقدرته ما تحتمله أقدارهم. الله لطيف بعباده أعطى بقدرته ما يحتمله قدرك، ومنع بقدرته ما يجلب قهرك، فهو قوي عزيز. ولذلك سيدنا يعقوب قال ايه؟ يا بني يذهبوا فتحسسوا ولا تجسسوا. ايه الفرق بين التحسس والتجسس؟ ما هي نقطة، هي ايه؟ نقطة. هتشغل الأغيار هتبقى تجسس، شيل النقطة اللي في قلبك وخلينا مع الله تشتغل تبقى تحسس. هي بسيطة خالص. الفرق بين تجسسوا وتحسسوا ايه؟ قالوا العلماء الاثنين في المعنى قريب، ولكن التحسس لتتبع الأخبار الحسنة، روح هاتوا لنا خبر حلو يفرحنا، والتجسس لكشف أعراض الناس وأستار الناس. ولذلك من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. تتبع يعني أنا بدور للراجل ده على عايز أراقبه عشان أشوف له حاجة كده وقعه فيها. ثق إن أنت وأنت بتراقبه ربنا بيراقبك. شوف إن أنت بتبحث كده لجارك على مصيبة تشهرها وتكتب وتلقح عليه على الفيسبوك، ربنا موجود يا أولاد. هو في إيه؟ ومش من صفات المؤمنين التجسس. ولذلك سيدنا يعقوب كان دقيق، بس قال لهم ايه؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا يوسف ولا من يوسف؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. في فرق بين ان انا اقول لهم روحوا روحوا ابحثوا تحسسوا يوسف، يبقى هو موجود اهو، حسسوا عليه دوروا عليه هو، لا ما قالهمش دوروا عليه هو، تحسسوا من يوسف. يعني ايه؟ قال واذهبوا من حيث ظننتم انكم يأستم من عودة يوسف
وابحثوا في الشدة عن موطن للفرج، وابحثوا في شدة يوسف عن موطن يفرج فيه عنكم. اذهبوا فتحسسوا. ولذلك هم لما راحوا ما جابوش يوسف، ما راحوش جابوا يوسف، جابوا قميص يوسف. روحوا هاتوا لي حتة منه، روحوا هاتوا لي خبر عنه، روحوا هاتوا لي كلمة كده تفرحني. ليه؟ قال لهم ولذلك شوف يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الشيخ خلف كان بيقول من شوية فرق بين لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله. ليه مع الرحمة ذكر القنوط وليه مع الروح ذكر اليأس؟ قال لأن الروح الله هو فرج الله، إنما رحمة الله معنى أوسع. فالكفر بيها قنوط يعني يأس كامل، يأس قاطع، دليل على أنه ما فيش أمل. أما اليأس فهو استبعاد الفرج، استبطاء الفتح، استبطاء النوال. فسيدنا يعقوب بيقول لهم إيه؟ اذهبوا فتحسسوا. ليه؟ انتوا خدوا بالكم يا جماعة، كلمة سيدنا يعقوب كان فقد بصره بس معاه نور البصيرة، فبيقول لهم هم خدوا بالكم، أنا عايزكم تنتبهوا للكلمة دي. استعمل سيدنا يعقوب أعلى معايير الملامة في جملة النصح. قال لهم روحوا اتحسسوا أخوكم، والتحسس لا يكون إلا لمين؟ للكفيف اللي ما بيشوفش، مع إنه هو بيتكلم إيه؟ هو اللي قد فقد بصره، لكن كأنه يقول أنا وإن كنت فقدت بصري حتى لا أرى غير يوسف ولا أرى هذا الظلم وهذه الظلمات، وأنتم يا أصحاب البصر فقدتم البصيرة، فأنتم العمي روحوا دوروا على أخوكم. ما قالش روحوا دوروا، ما قالش ذهبوا فتجسسوا على يوسف ولا ذهبوا فابحثوا عن يوسف. هو أنا ما أنا عارف يوسف فين، ما أنا شامم ريحته من هنا، أنا رابط على الأمل. ولذلك قال لهم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، فأنا شايف اللي أنتم مش شايفين. أما أنتم بقى يا إخواننا وقد عميت قلوبكم بالظلم، وقد سولت لكم أنفسكم أمرا بأنكم ترموا أخوكم في البير، وتيجوا هنا تقول تكذبوا على نبي. روح يا ابني أنت وهو بعد عمل بصيرة دوروا على أخوكم. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ايه روح الله بقى اللي هم ما ييأسوش منه؟ كأنه يقول ولا تيأسوا من أن الله يفرج عن بصيرتكم فتدركوا أخاكم فتنجلي ظلمتكم ويغفر الله لكم. لذلك لما راحوا لسيدنا يوسف، سيدنا يوسف عطاهم جملة واحدة، اداهم مفتاح واحد. لما انطمست بصيرتهم بده وغلطوا في حق أخوهم قال كلمة واحدة: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال هو ده فرج الله، هو ده روح الله اللي كان يعقوب بيقول لهم دوروا عليه. اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تحسسوا يوسف؟ اذهبوا فتحسسوا ما قد أفاض الله من الفرج عند لقاء يوسف. ويوسف تلقى الأمر عن أبيه، فعندما وردوا إليه ببصيرة الأنبياء أعطاهم ما قد وصاهم به يعقوب قائلا: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا اللي كانوا بيتحسسوه من يوسف. روحوا خليه يدعو لكم، روح يا ابني للظالم وقف على بابه وخليه يدعي لك، لأن بكرة في محكمة سماء سنقف أمام الله. كل من انتهك أعراض الناس، وكل من ظلم الناس، وكل من آذى الناس، وكل من خد أموال الناس، وكل من خاض في أعراض الناس، وكل من قتل الناس سيقف بين يدي محكمة لا نقض فيها ولا إبرام. ساعة ما يقال لمن الملك اليوم، ساعتها سترتجف فرائسك التي كنت بها تتعزز على الضعفاء، ويدك التي كنت تبطش بها على من لا يقوى على سلطانك. إذا دعتك نفسك لظلم الناس والاجتراء على حقوق الناس والخوض في أعراض الناس، احذر، فما من قنبلة تنفجر سريعا ولا تسر أشد من دمعتين تزرفان من عين مظلوم.
خلي بالك اوعى لسانك ده، لسانك اللي داير، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساويا فدعها وقل يا عين للناس أعين. خلي بالنا عشان بكرة في وقفة قدام ربنا، بكرة في إيه؟ وقفة كبيرة قدام ربنا. الله سيأخذ الحق من الشاة القرناء التي نطحت الشاة العجماء. تخيل الشاه التي لا عقل فيها ولا دين ولا تكليف لنطحت أخوها. يقول لك رأى أحد الصالحين أخاه في المنام وكان تاجرا، فقال له ما فعل الله بك يا فلان؟ قال سألني عن شيء لم أكن أتوقع. قال ما الذي سألك عنه ربك؟ قال أوقفني بين يديه وقال لي يا هذا لما لم تكن تمسح كفة الميزان وأنت تزن لعبادي. الدقيق صاحبنا وهو بيوزن يكيل الدقيق والرز بيفيض شوية كده جنب الله، فما كانش ياخد باله جرام من هنا واتنين من هنا، عمل له آخر النهار كيلو. الكيلو ده تعالى مثقال ذرة مش هنعدي يا ابني. إياكم يا سادة طول الأمل يدفعكم على إن الإنسان مننا يسترسل في مظالم الناس. ربما يحول بينك وبين حضرة النبي دعوة مظلوم، ربما يحول بينك وبين الخشوع دعوة مظلوم، ربما يحول بينك وبين السجود والركوع والاسترسال والانطلاق الألسنة في الذكر دعوة واحد ظلمته، إرث واحد أكلته، مال ناس مش عايز ترجعه. اتقوا الله في حقوق الناس يا عباد الله، اتقوا الله في أعراض الناس يا عباد الله، اتقوا الله في الجيرة، اتقوا الله في الزوجية، لنتقي الله جميعا ولنقل جميعا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. اللهم تب علينا جميعا فإننا الليلة تعرضنا إليك بافتقارنا واعتذارنا. اللهم إنا نعتذر إليك من كل ذنب فعلناه، ومن كل فرض فرطنا في حقه، ومن كل سنة ضيعناها وبدلناها، ومن كل دين ودين يا مولانا تهاونا في أدائه. يا حي يا قيوم نستغفرك لكل زلة ولكل مزلة ولكل كبر ولكل غرور ولكل غطرسة تطاولنا بها على خلق الله. نستغفرك اللهم لكل ساعة غفلنا فيها عن ذكر الله. نستغفرك اللهم لكل ساعة أخرنا فيها الزكاة. نستغفرك اللهم يا رب عن كل يوم أخرنا فيه زكاة وجبت. نستغفرك اللهم عن رمضانات ضيعنا وبدلنا وفرطنا. نستغفرك عن ليال طوال قضيناها فيما لا يرضي الله. نستغفرك اللهم عن كل ساعة في النميمة وفي الكذب وفي الغلو وفي الغدر. نسألك اللهم يا رب يا حي يا قيوم أن تغفر لنا كل ما يغضبك عنا وكل ما يجلب لنا غضبك وسخطك. ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. احفظ هذا البلد، احفظ هذا البلد، واجعل بلاد المسلمين يا رب يا رب في عزة وأمن وستر وأمان. اللهم احفظ علينا مقدساتنا وعلمائنا، واحفظ علينا أشياخنا، واحفظ علينا أولادنا وبيوتنا وإخواننا وأخواتنا، واحفظ علينا هذا الجمع المبارك، واحفظ علينا اللهم خواتيم أعمالنا، فلا تخرجنا من الدنيا إلا وقد وفيت عنا وأديت عنا خلقك ذنوب لا يتحملها عنا غيرك. تصدق علينا وتحملها عنا وأدي عنا ديون الخلق والحق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الذي خلقتنا وشهدت بضعفنا. اللهم يا قوي من للضعيف سواك، يا رب يا قادر من للعاجز سواك، يا عزيز من للذليل سواك، يا نور نورنا اللهم نورا تجمع به بيننا وبينك، وحل به بيننا وبين غيرك، واجمعنا على سيدنا رسول الله في اليقظة والمنام. ثم نسألك حسن الخاتمة في البلد الحرام أو بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسألك اللهم جوارا وأنوارا وتمكينا وعطفا وجودا وكرما وعطاء وخلعة من خلع رضاك، حتى لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. إلهنا وقفنا عرايا على بابك
مساكين من طلابك ندعوك أن تغفر لنا ذنوبنا، فنحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا إلهنا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيما إلا نفسته، ولا ضيقا إلا أذهبته. انظر إلينا الليلة بعين رضاك، انظر إلينا الليلة بعين رضاك، انظر إلينا الليلة بعين رضاك. ما أحوجنا إليك يا من تحب إغاثة الملهوفين. اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أدركنا بقدرتك، أدركنا بعطفات من عندك. إلهنا هذا شهر رجب الأصب، صب علينا فيه رحمة من عندك، صب علينا فيه رزقا واسعا ونورا ساطعا يا ذا الجلال والإكرام. يا من خزائن قوله يا من خزائن جوده في قول كن يا رب العالمين. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، وعار على راعي الحمى وهو قادر إذا ما ضاع في البيداء عقال بعيري. يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين، اللهم إنا نشكو إليك قلة حيلتنا وضعف قوتنا وهواننا على الناس. أنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين، وأنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلهنا يا رب يا مجيرنا يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم يا رب يا رب يا واسع الفضل يا واسع المغفرة يا حسن التجاوز، أقسمت عليك بحبيبك المصطفى إلا جعلت لنا بهذه الليلة حسن الخاتمة، إلا كتبتنا ممن أحسنت لهم الختام واللقاء يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يا رب العالمين. اللهم يمن لنا الكتاب، اللهم زلل لنا الصعاب، اللهم خضع لنا الرقاب، البسنا جلباب نور وهيبة، واجعل لنا اللهم من لدنك توبة، واجعلنا من عبادك الصالحين، ورد عنا من أراد أذانا. اللهم رد عنا والمسلمين كل أذى وكل سوء وكل تطرف وكل عنف وكل بعد يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر بحفظ من عندك، اللهم يا رب احفظ مصر بحفظ من عندك، اجعلها بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وارزقنا اللهم طوافا بالبيت الحرام عن قريب يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب. اللهم واحفظ اليمن وأهله، واحفظ الشام وأهله، واحفظ ليبيا وأهلها، واحفظ السودان وأهلهم، واحفظ يا إلهي ومولاي علينا مقدساتنا، واحفظ المسجد الأقصى، واحفظ غزة وأهلها، وانصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، واجمعنا على التوحيد وكمال الدين واليقين. اللهم يا رب اقذف في قلوب أعدائنا الوهن، اللهم اقذف في قلوب أعدائنا الوهن، واجعلنا اللهم قوة لنصرة دينك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تتوفنا إلا على طاعة، واجمعنا على خير بضاعة. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا حبل الله الممدود، يا نور الله المسترسل بالكرم والجود. صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قد تم ما الله مقاصدنا، قد تم ما الله مقاصدنا، وزال عنا جميع الهم. الله الله، وزال عنا جميع الهم، ببركة النور شفعنا، ببركة النور شفعنا، جود وفضل نعم، جود وفضل علينا عم، طابت بذكر مجالسنا، طابت بذكر مجالسنا،
وكم من النعالين وكم من النعالين الله الله قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزان الله الله ليلة صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها يقسم حاشا حاشا إلهي يخيبنا حاشا إلهي ولو مواهب علينا الله ولو مواهب علينا جاء الله الله عسى بفضل من الغضب والعقاب نسلا من الغضب لم صلوا على من به صلوا على من به على فصيح كذا الله على فصيح بجنة الخلد يدخلنا بجنة الخلد يدخلنا ابن المصطفى الأكرم المصطفى الأكرم ما الله ما قصيدنا قد تمم الله ما وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم الله الله ما الله ما قصيدنا قد تمم الله ما قصيدنا